في 1971 في واحد الحي صغير في امريكا كانوا ساكنين واحد الناس محترمين وكيعرفوا بعضياتهم ديما على وجههم الابتسامه. ولكن واحد النهار ما كانوش كيعرفوا واحد الراجل يسكن تماك ويصفيها لعائلته كامله. قبل ما نبدا لكم هذه القصه فإلا ما كنتيش داير متابعه فديرها، حيت القصص اللي جايين غيكونوا هربانين وبزاف. المهم نبداو القصه. في واحد الحي كانت واحد الدار كبيره والبني ديالها داير بحال البني ديال عصر الفاكسوري، كلها جاج والجرده ديالها دايره بحال داكشي الافلام. ولكن في قلب داك الدار غتوقع واحد الجريمه ما غطيح لكش على بالك. هاد الدار ديال واحد الراجل سميتو جون ليسن. الراجل كان كيبان راجل متدين وديما كيلبس حوايج نقيين وهضرته كتدخل القلب. الناس كانوا كيشوفوه قدوه ليهم وكانوا كيشوفوه راجل قد بالمسؤوليه ديالو. ومرته سميتها هيلينا وكانوا عنده 3 ديال الاطفال وكانت ساكنه مع امه اللي هي كبيره في العمر. ولكن هادشي اللي غيوقع ما عمرك غتخايلو غيوقع في حياتك. هاد جون كان خدام في واحد البنكه وجا واحد النهار وجراو عليه، ولكن ما قدرش يقولها لمرته ويقول لها راه جراو عليا من الخدمه باش ما تعيقش به. مرته راه خرج من الخدمه ولا كل صباح كيلبس حوايجو ديال الخدمه وكيخرج وكيمشي حدا واحد المحطه ديال التران وكيبقى جالس فيها. فهنا بدا كيدخل معاه شويه ديال الصاد والمصاريف بدات كتزاد عليه والفلوس اللي كانت عنده بدات كتنقص. هو كان كيصرف من الفلوس اللي كانت مخبيه امه وما كانش عاجبو الحال، ولا كيقول مع راسو ما غاديش نبقى معذب هكاياتي ومعذب عائلتي معايا، فخصني نلقى شي طريقه ضروري. فهنا هو ما لقى حتى شي حل وجون ولا منعزل على الناس وما كيهضر مع حتى شي واحد. مرته هيلين ولات مريضه والبنت ديالو كانت كتقرا المسرحيه وكانت الحلم ديالها تولي ممثل. باه ما كانش عاجبو الحال يشوف بنته كتقرا التمثيل وهو مع متدين بزاف كان كيقول بان التمثيل حرام وعيب. اما الجوج ولاد الاخرين واحد سميتو فريدريك وواحد سميتو جونيور، هاد الاولاد كانوا ديما كيبغيو يرضيو باهم واي حاجه كيقولها لهم كيمشيو كيديروها، ولكن باهم كان قاسي معاهم بزاف. واحد النهار جون بدا كيكتب واحد الرساله اللي هي غريبه بزاف، وفي داك الكلام اللي كان كيكتب في داك الرساله كان متدين بزاف وكان كيوصف فيها داكشي اللي غادي يدير وداك المصيبه. مشى شرا جوج فراده، الاول سميتو ستري 1912 والثاني سميتو كلور 22، وهاد جوج فراده ما كانوش كيطلقوا الصوت سيلونس. نهار 9 نوفمبر 1971 في الصباح الجو كان مغيم والدرب فيه سكات بحال شي فيل. جون فاق من النعاس ناض غسل وجهه ولبس حوايجو كيف العاده، ولكن هاد المره كان باغي يطبق داكشي اللي كان في دماغه. اول وحده غادي يبدا بها هي الام ديالو، غادي يطلع لعندها البيت ديالها غيلقاها كتصلي وغيقول لها صباح الخير ماما، وهو غيجبد الفردي ديالو وغادي يضربها 2 ضربات للراس غتطيح للارض. فهنا هاد مسخوط الوالدين ما غيساليش غير هناياتي، فغادي يهبط لتحتها وغيمشي للكوزينه وغيلقى مرته كتشرب القهوه وحتى هي غادي يضربها ضربه وحده للراس وغادي تموت حيت هي كانت مريضه. وغادي يمسح داك الدم اللي كان في الكوزينه وغادي يهز الفردي ديالو عاوتاني وغادي يمشي لعند بنته وغيلقاها كتحفظ واحد العرض مسرحيه. باش مشى لعند بنته للبيت شاف فيها شوفه وحده وقال ليها انا ما يمكنليش نعيشو هكاياتي معذبين، وضربها ضربه وحده طيحها للارض. فهو هنا ما غاديش يسالي، غيهبط لتحتها وغيمشي للبيت ديال الولد الصغير كيلعب بالالعاب ديالو وهو غادي يضرب حتى هو مات. الدار ولا فيها السكات غير الصوت ديال الساعه اللي كيتسمع. جون سفاح مشى للبانكو وجلس كيتامل فيه بحال دار شي مجهود اللي هو كبير، ورجع للكوزينه وجلس كيفطر بحال ما واقع والو، ما جالت اني بضمير لا حتى شي حاجه. من بعد ما سال الفطور ديالو غيمشي عند ولدو جونيور يتفرج فيه حيت كان كيلعب كوره. هادشي كامل ما كيدخلش للراس، الراجل صفاها لعائلته كامله ومازال غادي لعند ولدو كيتفرج فيه في المدرجات وكيسبورطيه من الفوق. من بعد ما سال الماتش غادي يقول لولدو بشويه يلا ولدي رجعوا للدار راه ماما كتسناه. ولدو مسكين كان فرحان وما كانش عارف شنو كيتسناه مورا ما غيوصلوا للدار. رجعوا للدار والولد لاحظ بان الدار فيها السكات وهو غيسول بواه فين هي ماما. با غادي يجاوبو ماما راه غتكون ناعسه في البيت. هو يقول لولدو اجا ولدي نهزوها الطبله. ولدو فاش قرب لعندو جبد الفردي وضربو الضربه الاولى، ولكن ولدو ما ماتش وهو يبقى يشوفو محدو مازال ما مات وبقى كيضرب فيه ضربه مورا ضربه حتى مات. انا القصه ما غاديش تسالي. فهنا السفاح جون غادي يجر مرتو وغادي يجر ولادو وغادي يستفهم وغادي يغطيهم بواحد ليزار وغيطلق الموسيقى وبدا كيشطح عليهم. دابا تخيل معايا واحد داير جريمه وكيشطح، ما يمكنش هادشي. بالسلام الشطيح كل واحد كتب عليه ملاحظه وحطها لهم فوق راسو
وبالنسبه للام ديالو كانت ثقيله ما قدش يهبطها لتحتها فبقات في بلاصتها ميت. فالسلام من هادشي كله اللي دار بغى يشد الدفتر ديالو وغادي يكتب 14 صفحه وكان كيبرر فيها داكشي اللي دار. المشكل هنايا كان كيقول انا ما كنتش باغيهم يضيعوا في الدنيا، كنت باغيهم يعيشوا حياه زوينه وانا الفلوس ما بقاتش عندي. المهم هو شهر الراديو ودار فيه الحان دينيه وخرج وشد الباب وما ولاش شاف موراه ومشى بحاله. الايام دازت والجيران غادي يلاحظوا الضو ما بقاش كيطفى وداك العائله اختفات وما بقاتش كاتبه. داز 28 يوم والبوليس غادي يدخلوا للدار وغادي يشوفوا داك الكارثه اللي لقاو، ولكن هنايا المحققين ما قدروش ينساو داك الشيء اللي شافوا. لقاو الجثث مستفين ومغطيين بليزار بيض والراديو مطلوق وريحتهم كتخنق. فانا السفاح ديال جونيور اختفى ما بقاش كيبان. داز 18 عام وهو مختفي. في عام 1989 في واحد البرنامج في امريكا موست ستودي فغادي يعاودوا القصه ديالو وغادي يحاولوا يبينوا التصاور ديالو وجارته شوفوا غتمشي تبلغ به. فاش شدوه البوليس لقاوه بدل سميتو وردها روبرت. الراجل خدام في واحد الشركه ومزوج وعايش حياته بحال اللي طبيعيه ما داير والو. غادي يحكموا عليه بالمحكمه بالمؤبد وغادي يموت في قلب الحبس 2008 والعمر ديالو كان 82 عام. دارو بقات خاويه واي واحد كيدخلها كيحس بشي حاجه غريبه والدار ديالو ولاو مسمين عليها الناس الدار المنعونه. القصه ديال جون بقات من ابشع الجرائم اللي وقعوا في امريكا. القصه ديالنا سالات. الا كنتي ما مابونيش فتابونا راه غيوصلوك واحد القصص جايين ناضين. المهم ما تنساش دير معاك شي لايك وكومونتير.